يا مساء الفل ويا مساء الخيرات. مستنية لحد لما اللايف يوصل وتقولولي صوتي واصل تمام وكل حاجة زي الفل. جمعة مباركة عليكم جميعا. مساء الفل يا بي. هنقول طاقة الهارب التاني اللي احنا ما قلناهاش امبارح على اليوتيوب، فقررت ان انا اعملها على التيك توك واحملها على قناة ملاكي الملكي على اليوتيوب. فياريت كل اللي يدخل يقول لي الصوت تمام وواضح عشان نبدأ نتكلم، بس مستنية لحد لما تأكدوا لي ان كل حاجة تمام وزي الفل. نورتي يا قلبي، حبيبة قلبي، منورة بيكي. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ مساء الفل يا صقر، مساء الفل يا سوسو، مساء الفل يا سامية. ما تنسوش تأكدوا لي تمام صح؟ مساء الهنا والسعادة عليكم جميعا يا رب. يا سومة، هنقول طاقة الهارب التاني هنا وهنحملها على اليوتيوب على قناة ملاكي الملكي. وانا اكتر يا بي. الحمد لله يا سومة زي الفل. انتي اخبارك ايه؟ عشان امبارح وعدتكم ان انا هطلع اقول طاقة الهارب التاني، ولكن يعني الوقت كان متأخر قوي بصراحة، نمت ما حسيتش بنفسي، فقلت خلاص نعملها على التيك توك وبعدين نحملها على اليوتيوب. الفكرة جت في بالي كده وخلاص. تمام. مستعدين مستعدين تعرفوا طاقة الشخص اللي انتوا مرتبطين بيه ولا لسه مش مستعدين؟ عينك نايمة باقي ولا مرهقة جدا؟ لا الحمد لله زي الفل يا صقر. الحمد لله يا نسرينا يا قلبي، زي الفل. اوكي يلا بينا نقول طاقة الهارب. ما تنسوش تشيروا اللايف تمام علشان كل الناس تعرف اني فاتحة اللايف وانا كاتبة العنوان طاقة الهارب التاني. تمام. احلى قرار. لوكا انا قررت اعيش لوحدي. والله انا اتمنى ان انا كنت اقدر اخد القرار ده يعني، بس اهو. الحمد لله يا رب. بنستنى من زمان، بالذات جاي بعد الهارب طلعت روحنا. طيب ندخل على طول في القراءة ونقول طاقة الهارب التاني. الهارب التاني يا جماعة هو غير طبعا يعني او بتكمل طاقة الهارب الاولي، ولكن احنا هنقول طاقته ونشوف كل واحد يشوف حسب الطاقة هل فعلا تنطبق القراءة دي على الشخص اللي انت مرتبط بيه او منفصل عنه، سواء كنت في انفصال او خصام او ما زلت معاه. تمام. ولكن هي بنسبة كبيرة الشخص ده انت منفصل عنه بنسبة كبيرة. اوكي نبتدي ونقول يسلموا يا مها. بان الشخص ده حاليا بيعيش في حالة من الحيرة الغريبة اللي أول مرة يعدي بيها. حيرة مثلا، هو محتار من نفسه، محتار من إحساسه، من مشاعره، من نظرته ليك دلوقتي. ليه؟ لأن الشخص ده كان واثق من نفسه قوي قوي قوي، كان واثق من نفسه لدرجة انه ما كانش يتخيل او يتوقع انه ممكن يخرج منه احساس جديد او احساس تاني غير اللي هو متأكد منه او حاسس بيه. هنتكلم بعد كده في لايف عن الارقام ماشي، بس نتكلم دلوقتي عن الهيرو. نو وان هنزله على قناة ملاكي الملكي، هحمله بعد ما اخلص اللايف هنا على طول. هحمل اللايف ده على قناة ملاكي الملكي اللي بنقول عليها طاقة الهارب التاني، ما تقلقيش هتلاقيها هناك. المهم عنده مشاعر جديدة
اتجاهك ونظرة جديدة، كأنه بيشوفك لأول مرة، خصوصا لو انتوا منفصلين عن بعض. تسلميلي يا نوان تسلميلي قلبي. ف الفكرة في ايه؟ الفكرة انه ما كانش متخيل احساسه بيك، او انه ممكن يشوفك بالنظرة دي، او انت اصبحت دلوقتي شخص مختلف عن الاول. هو بالتأكيد انت دلوقتي شخص تاني، تفكيرك مختلف، طريقتك مختلفة، حتى احساسك بالشخص ده مختلف تماما. ومش بس بيه، لكن عامة في البيئة المحيطة بيك، في العمل، مع قرايبك، مع الأسرة، انت بقيت شخص تاني مختلف. كمان ممكن نقول للبعض منكم ان في دروس بتتعلموها الفترة دي، آه بعيدا عن الدرس اللي كنت موجود فيه في العلاقة مع الشخص ده، الا انك دلوقتي بالفعل متواجد في دروس بتعلمك وبتوريك وبتقريك انت ايه، او قيمتك ايه، او انت شايف نفسك ازاي. صح فعلا فكرتك او نظرتك لنفسك ولا لا. انت بتكتشف في خلال الفترة دي حاجات كتيرة قوي، زي ما يكون مفاجأة بالنسبة لك عن نفسك انت، كأنك اخطأت في حق نفسك في حاجات كتير، في حاجات انت ما كنتش شايفها، في واجبات عليك اتجاه نفسك ما كنتش بتعملها. وكأنك كنت عايش في وهم، او عايش في ترددات تانية، في عالم تاني انت ما كنتش شايف نفسك فعلا فعلا فعلا. لو هنقول طريقة تفكيرك في الشخص ده، نقول عامة يعني هي قلت كتير طبعا عن الأول، والبعض منكم ما بقاش بيفكر فيه أساسا، فين وفين لما يفكر فيه، ممكن بالصدفة أو ممكن للبعض، ولكن البعض الآخر ما زال بيفكر في الشخص ده. نرجع تاني ونقول إن هو منبهر أو مصدوم من نفسه، من طريقة تفكيره فيك، من طريقة يعني الشخص ده كان قاسي، عشان نبقى متفقين مع بعض. هو كان قاسي جدا، كان ما عندوش رحمة، اللي هو ممكن ياخد قرار من غير ما يقولك أصلا وينفذه معاك، ومن غير ما يرجع لك، وانت كنت بتتفاجأ ان الشخص ده عمل. دي طاقة الهارب التاني، اللي بيسأل دي طاقة الهارب التاني، وهتنزل على قناة ملاك الملكي على اليوتيوب. انت يعني كنت بتتفاجأ من رد فعل مثلا، وتقعد تسأل ايه اللي بيحصل، هو في ايه، هو بيتعامل معايا بالطريقة دي ازاي. آه كان عندك غموض، انت كنت شايف الشخص ده غامض بشكل فظيع رهيب، احيانا كان بيوصلك لدرجة الجنون، اللي هو انا لازم اعرف. ما كنتش بتعرف تتأقلم او تتعايش في حياتك اصلا بسبب الشخص ده. طيب، تخيلوا كمية القسوة وكمية الجحود الجفاف العاطفي اللي كان موريهولك الشخص ده، على الرغم من كل ده، إلا إنه من جواه ليه عنده مشاعر قوية جدا وكبيرة جدا ليك، ولكن دايما كان شايف ان انا لو وريت الشخص ده مشاعري، او وريته حقيقة احساسي بيه، فبالتالي شايف انك هتشوف نفسك عليه، خصوصا لو كان الشخص ده من النوع اللي دايما فيه معجبين حواليه، في ناس كتير عايزاه، في ناس بتتمناه، فاللي هو بيقول لنفسه يعني ازاي انا اكون، يعني ناس كتير جدا معجبة بيا، وده يتمناني ودي تتمناني وهكذا. وانا احساسي يكون للشخص ده بالطريقه دي، انا حاسس بالضعف وانا عمري ما هبين كذا. فبالتالي كان بيحطك في اختبارات قويه جدا علشان يبقى متاكد، هو شخص شكاك قوي، يبقى متاكد من انك فعلا بتعشقه لدرجه الجنون. ما تخنهوش، ما تتخلاش عنه، ما تسيبهوش، اي مشاكل تعدي ما بينكم. من الاخر هو مش عايزك تتاكد من مشاعره ليك، بحيث انك تشوف ان انت امتلكته اوريدي فتلعب بيه، يعني عادي يبقى زي الخاتم في صباعك. ودي اكتر حاجه كانت مخوفاه، خصوصا من قوه مشاعره ليك. بس دي عملت كارثه ما بينكم وما بين بعض. ازاي؟ انت بدات تشوف ان الشخص ده صعب جدا وقاسي قوي. يسلموا يا احمد. بدأت مشاعرك ليه تقل من اسلام يا مراد. بدأت مشاعرك ليه تقل
من كتر ما حسيت ان الشخص ده قاسي، انت خلاص يعني اسلوبه معاك مش الاسلوب الطبيعي، اللي هو مش احنا مش في علاقة في ما بيننا مودة ورحمة واتفاق، وممكن نوصل لمرحلة تانية وتالتة وهكذا ونعدي. لكن انت كنت شايف الشخص ده كأنه بينتقم منك، او كأنه يعني هو انت داخل معايا في علاقة ليه؟ كأنك بتسأل نفسك انت ليه داخل معايا في علاقة وانا مش قادر اشوف منك اي حنية او اي حاجة توضح لي انك بتحبني او انك عايزني. ليه دخلت اصلا معايا في علاقة؟ وكأنه كان قاصد يحطك في مرحلة معينة ويوري لك الويل. المهم ده اللي حصل في العلاقة طبعا، بصرف النظر عن حاجات كتير برضو حصلت، ولكن باختصار اكتر حاجة كانت تعباك. تخيلوا الشخص المتجمد المتحجر في مكانه، اللي اللي كان دايما موري لك القناع، لابس قناع قدامك، هو من ورا القناع شخص طيب، شخص حليم في الحقيقة، طفل، ولكن بسبب الخوف اللي اتكلمنا عنه هو موري لك ايه؟ موري لك الوش القاسي، الوش الصعب. يمكن انت كنت بتسمع عن الشخص ده ان شخص بغيض حقيقي، يعني شخص مجنون، شخص قاسي، شخص مش عارف ايه، ولكن انت كنت بتشوفه بنظرة تانية. بعد اسلوبه معاك انت بدأت تتأكد فعلا الناس عندها حق، فعلا هو كذا، انا اللي ما كنتش شايفه صح، انا وانا وانا. تخيلوا كمية الجحود اللي وريها لك واللي يعملها معاك، ايا كان ايه السبب او الدافع انه يعملها معاك، وصلتك انت المرحلة ان يجي لك وقت. بتكلم يا ادهم، بتكلم عن طاقة الهرب التاني. اوكي، هنزلها على قناة ملاكي المالكي على اليوتيوب بعد ما نخلص اللايف، هحمله على قناة ملاكي المالكي. فوصلتك ان نقول ما عندكش مشاعر، مشاعرك تجمدت، بقى عندك غصب عنك كده، وصلت لحته كده في المشاعر انت مش حاسس بيها. انا مش قادر احس بالمشاعر. انت لو شفت الشخص ده قدامك مشاعرك بتتجمد اكتر، يعني هو بعيد مشاعرك متجمده. تخيل بقى انت لما تشوفه مشاعرك بتتجمد اكتر واكتر، قلبك بيقوى، بتفتكر كل اللي حصل منه. لو صدر منه اي شيء انت ما بتتمناش انه يصدر منه شيء ليك. يمكن في وقت من الاوقات كنت بتقول انا نفسي يعرف قيمتي ويعرف قد ايه ان التصرف ده كان غلط تماما معايا. يعني انا ما كنتش استاهل كده، ولكن مع مرور الوقت انت ما بقاش فارق معاك. انا لا عايز اشوفه تعبان ولا عايز اشوفه اصلا، وما بقاش فارق معايا. ولو لسه في ناس ما وصلوش للحته دي، ااكد لكم ان انتوا هتوصلوا لها قريب جدا. واضح جدا من الطاقه ان في البعض لسه ما وصلوش لمرحله ان الشخص ده لما نشوفه مفيش الرجه، مفيش الاهتزاز ده، مفيش مهما كان اللي ما بينك وما بين نفسك او احساسك بيه، حتى لو في مشاكل كنت بتحس بالرجة دي او اللي هو وخزة القلب دي. فأكد لك ان في خلال وقت قريب كل ده بينتهي بالنسبة للناس اللي مازال في بعض ترددات الحب، او انت حاسس ان في مشاعر ما زالت ولكن قليلة جدا بالنسبة للماضي. نرجع تاني نتكلم عن الشخص ده ونقول انه عارفين الشخص اللي دايما بيتعامل بطريقة التخطيط، او انا اخطط للشخص ده عشان اتأكد، او انا شخص شكاك ما عنديش ثقة في صوابعي فانا لازم احطه في اختبارات وهكذا. الشخص ده لما يندم او يرتكب خطأ في حق شخص هو اوريدي بيحس بمشاعر ناحيته، الندم بيكون غير طبيعي. ما بيبقاش زي مثلا شخص عادي ارتكب خطأ او عامل شخص باسلوب معين ما حسش بقيمته بعد عنه وسابه. ما بيبقاش كده، ما بيبقاش ندمه زي ده. لا، الندم بيكون ملهوش وصف الحقيقة، يعني ملهوش وصف. ولكن تخيلوا ان الشخص ده اللي هو عمل ماسك، تمام، قوي جدا ليه ولبسه قدامك في التوقيت ده، في اللحظة اللي بيندم عليها على كل وقت ضيعه. ما ورلكش قد ايه هو بيحبك، ما اثبتش قد ايه
ان مشاعره ليك حقيقية، ما حاولش يديلك الدليل. هو كأنه كان بيحفر لنفسه، مش عارف مع الوقت هو هيوصل لإيه. دلوقتي هو وصل لإيه؟ بما إنه ندمان على مشاعرك وعلى حبك اللي خسرها، وإنه مش قادر يضمنك تاني، يسلمه يا توت، مش قادر يعني يسترجع الحب ده تاني، مش قادر يعني يمتلكك من أول وجديد، لأنك أصبحت حر طليق، انت بتجري من الشخص ده. فالندم اللي حسه أشد أنواع الندم ممكن حد يحسها. ليه؟ لأنه من البداية أو من فترة كبيرة هو اللي كان بيعمل إيه؟ هو اللي كان بيهد. أنت كنت بتبني وهو يهد، أنت كنت تبني وهو يهد، تمسكت بالعلاقة دي يعني أكتر مما حد ممكن يتخيله، حتى لدرجة إن الصبر قالك كفاية كفاية. صبر انا نفسي الصبر زهقت، يعني كفايه. ما تديش لاي حد او لشخص انت بتديله كتير هو مش بيديلك اي حاجه. طيب هو دلوقتي حطك تحت المرصاد في مراقبه قويه جدا يا جماعه. الهارب التاني ده بالاخص الشخص ده اللي دايما لابس قناع وما بيزهقش منه وما بيتعبش، بيفرفر كده بيحبي، ولكن انا برضو هفضل لابس القناع. انا من وجهة نظري القناع ده هو اللي بيحميني، فانا ما عنديش استعداد ان انا اشيله. الألم والعذاب اللي بيعيش فيه من ورا اللي هو عامله في نفسه بيكون ملهوش حل، فده بيوصله لمرحلة عدم السيطرة على نفسه. كل القوة دي بجلالة قدرها بتنهار في لحظة. هو على وشك الانهيار الحقيقي اللي هو مش مدركه. ودليل على كلامي ده انه مستغرب نفسه، محتار. انا ايه اللي انا عملته ده؟ انا ليه بوظت العلاقة دي؟ انا ليه وصلت الشخص ده ان هو يكرهني؟ هو حاسس ان انت وصلت لمرحله لدرجه انك كرهته بسبب افعاله. طب انا ليه عملت كده يعني؟ آه طيب يرجع تاني بيقول لنفسه بلاش افكر بالطريقه دي، بلاش. يعني هو بيحاول انه ما يسحبش نفسه في التفكير السلبي، او ما يوريش لنفسه قد ايه هو ضعيف. يعني ما بينه وما بين نفسه مش عايز يشوف نفسه ضعيف قدامك. ليه؟ لانه حاسس بالتغيير الجذري في مشاعره، في نظرته ليك، في حاجات كتيرة قوي. فبلاش امشي في الواي ده، علشان انا لو كملت فيه خلاص كده انا عارف ان انا هوصل لمرحلة. وهو اوريدي عارف نفسه وعارف كويس قوي هو داخل على ايه، ولكن برضو هو في حالة انكار رهيبة جدا بانه ايه، بانه قادر انه يتخطى علاقتك او حبك. المشكلة يا جماعة ان في البعد مشاعر الشخص ده بتزيد ليك بشكل هوسي. انتوا متخيلين ان الشخص ده بيراقبك من بعيد، وعنده استعداد يعني يراقبك كده باستمرار، عنده صبر أيوب. بيشعر في بعض الأوقات بغيرة قوية قوي، بيحس بغيرة لما يحس ان في ناس حواليك، او انك داخل في حياة تانية، او انك يعني في مجتمع، مثلا لو مجتمع جديد انت داخل فيه، او اشخاص جديدة، اصدقاء. لو انت ملهي في حياتك، تأكد ان الشخص ده واخد باله منك قوي وتعبان وحاسس بالغيرة، ولكن في صمت رهيب. في بعض الاحيان بيقول لنفسه انا لازم اتدخل. يعني في وقت معين بيحس ان انت اوريدي خلاص انت ضعت من ايده، مش بتضيع من ايده، لا اوريدي انت ضعت من ايده. فاللي هو انا لازم اتدخل دلوقتي علشان استرجع الشخص ده تاني. طيب ايه الطريقة اللي ممكن استرجع بيها الشخص ده وانا كرامتي محفوظة؟ بيشوفني بنفس النظرة، ما ينفعش انزل للليفل مش بتاعي. هو دايما شايف نفسه ان هو شخص شبه عمود الكهرباء كده، اللي هو ايه، ما يعرفش يتاني. لا انا افضل واقف كده، الرجل الغامض بسلامته، سواء كان رجل او امرأة يعني عامة. ولكن احنا بنتكلم بصفة المذكر، اللي هو انا ازاي ارجع الشخص ده ليا ولكن لسه عندي الكرامة والكبرياء والفخامة والجنون
اللي مش عارفين جايله منين، من انهي كوكب، فاسترجعه ازاي؟ مش عارف يعمله ازاي، لان اي حاجة هيعملها هيبقى واضح قوي انه بيعيش في حالة ندم قدامك. يعني مفيش طريقة ممكن يجيبها لك تبين لك مثلا ان انت، هو نفسه في ايه؟ هو نفسه انت اللي تروح له او تتكلم معاه، وكمان ما يردش عليك، لا وانت تتحايل عليه. يعني هو نفسه في كده، اللي هو اتحايل عليا شوية كمان، يعني خليني احس ان خلاص كرامتي تمام محفوظة وعالي العال، وانا دلوقتي اقدر اتكلم معاك، او اقدر ايه، احس ان تمام زي الفل. يعني بعد كل اللي عمله معاك برضو قاعد متجمد ثابت كده شبه الشجرة اللي بقالها قرون، وعايزك كمان ايه، يسلموا يا كفو، انت اللي تروح له وتحسسه ان هو عادي، انا اقدر اكلمك دلوقتي من غير ما احس ان انا ايه، قليت من نفسي. طيب ده اسمه ايه؟ يعني ده اسمه ايه؟ يسلموا يا نوت، معلش انا شفتها توت يسلموا يا نوت. طيب هو لما يفضل عايش بالطريقة دي، او مشاعره عمل لها تجميد بالطريقة دي، وهو في حالة عدم السيطرة على مشاعره، ايه اللي ممكن يحصل للشخص ده وهو اوريدي حاسس بيه؟ قلنا اللي بيحصل عدم السيطرة على مشاعره، فبتبدأ تفيض بشكل جنوني ومرة واحدة بدون أي مقدمات. يعني ممكن مرة واحدة الشخص ده يقوم من النوم يتصرف معاك تصرفات، تلاقيه مكالمات ورسايل ومطاردة رهيبة جدا انت ما كنتش متوقعها وما كنتش متخيلها، وتبدأ تستغرب ايه اللي فكروا بيا، او ايه اللي على الرغم من انك ممكن ما تردش عليه، لكن تلاقي الشخص ده برضو مكمل، ما عنده إصرار رهيب جدا انه يوصل لك. طيب لبعض الهاربين اللي عندهم نوع من انواع الايجو العالي قوي، هل فعلا الشخص اللي هو فعلا اللي عنده الايجو بتاعه عالي قوي ممكن يعمل كده؟ طب ايه المشكلة في الحتة دي؟ المشكلة في حتة ان هو عنده ايجو عالي. بالنسبة للشخص اللي عنده ايجو عالي ده، وهو اوكي وصل لمرحلة عدم السيطرة على النفس، ممكن يتحول من شخص هو بيطاردك، فانت ما عندكش استعداد انك تتكلم معاه، انت اتأذيت منه بما فيه الكفاية، فبتمتنع عنه، بترفض انك تكلمه، فبيجيله احساس اللي هو ايه، طب انا هوري لك، فاهمين اللي هو ايه، يقلب على شراني شوية، انا مش هسيبك، انا هخليك تيجي لحد عندي، انا عملت اللي انا اقدر اعمله، وانت خلاص انت اللي قررت. يعني في يعني نوع من انواع الظلم، مفيش عدل لا في البدايه ولا اثناء العلاقه، ولا حتى بعد ما انتهت العلاقه في عدل. لو حتى انت رفضت تكلم الشخص ده، فاكيد انت مش مجنون، انت رافض انك تكلمه لانك شفت منه يعني كميه عذاب غير طبيعيه، تألمت بشكل ملهوش وصف بصراحه. فمعنى انك ترفض تكلمه، المفروض ان هو يديلك العذر، يعني يقول ايه على الاقل لنفسه، بدل ما يقعد يتعوج ويرفع لي رقبته كده، يبص لي يمين وشمال، بص في السماء وعايز يتلطش قلمين على وشه كده، يقول هو معذور، شاف مني كتير، برضو انا جيت عليه كتير، انا اتعوجت عليه كتير، حاول يثبت لي حبه، وانا كنت مجنون، انا كنت شكاك، انا كنت مهووس. فالمفروض يديلك عذرك، وده شيء طبيعي، وانت من حقك سواء قبلت او رفضت انك تكلم الشخص ده او ترجع له. فبالنسبة للشخص المتعجرف اللي عنده الايجو عالي، اللي هيبدأ يقول مش انا اللي ما تردش عليا، مش انا اللي ما يتردش عليا، مش انا اللي حد يجي يتعوج عليا، خصوصا الشخص اللي حواليه ناس كتير عمالة تفخم منه وعمالة تعلي منه وعمالة تديله احساس بانه هو اللي ما جابتهوش ولادة مثلا. وطبعا عارفين كلنا ان كل الناس دي فيك مزيفة بسبب المصالح الشخصية،
مش اكتر من كده. انت الشخص الوحيد اللي حبيت الشخص ده بدون اي مقابل، انت ما خدتش منه اي حاجة غير القرف، غير التعب، غير المعنويات الزيرو اللي وصلت لها في وقت من الاوقات. فانت ما اخدتش منه اي حاجة، انت اديت له حب، اديت له مشاعر. وهو عارف كده كويس، يعني عارف. ولكن في بعض الناس اللي كانت بتقعد يعني تصب السم في العسل، اللي كانت دايما بتحاول تطلع صورتك وحشة قدام الشخص ده. المشكلة ان الشخص ده شايفك من جواك، عارف قد ايه انت شخص طيب، شخص جميل، ما عندكش اي اغراض شخصية، او ما عندكش اهداف اتجاه ارتباطك بيه. لو الشخص ده كان من الناس اللي يعني المشهورة مثلا، او حد ليه سلطة، او حد ليه نفوذ، او ايا كان، يعني المهم ان الشخص ده شخص ليه وضعه، تمام. للاشخاص اللي كانوا مرتبطين بشخص بالمواصفات دي، هتلاقوا اكتر الاشخاص دي هي اللي عندها الايجو عالي، هي اللي عندها اللي هو انا ما نزلش من نفسي، انا الناس كلها بتجيلي لحد عندي، انا اعلى حد بيجيلي لحد عندي. والكلام اللي هو ايه، يعني سخيف، اللي هو مهما الانسان وصل لحاجة، فالبساطة والوداعة افضل بكتير من التكبر ومن الايجو، وان انا اشوف نفسي احسن واحد في الدنيا. الشخص ده ما بيبقاش محبوب اصلا. ولو في حد قدامه عشان هو يملك شيء يعني دلوقتي، بيتعامل معاه بوش مزيف او بماسكه، ليه؟ لان هو محتاج له. لكن يوم ما يحصل شيء او يحصل حاجه، كل الناس دي هتنقلب عليه. انت الشخص الوحيد اللي اديته احساس مفيش حد في الدنيا قبلك او بعدك ممكن يديهوله، اللي هو انت حبيت الشخص ده بدون اي مقابل، ما كنتش مستني منه اي حاجة. بالعكس، انت لو كان طلب منك اي شيء كنت اديتهوله. يعني تخيل. طيب، فهو شايف ده، هو ندمان على المشاعر القوية الجميلة البريئة النظيفة. يا جماعة هنحمل الفيديو ده على قناة ملاكي الملكي على اليوتيوب. احنا على اليوتيوب زي ما احنا، بس اللي هو انا طلعت اقولها هنا وهحملها على اليوتيوب، تمام. ممكن يكون زوج في القراءة دي يا زهرة، اوكي. ف فاللي هو ما مش لاقي يا جماعة المشاعر دي تاني. كل الوشوش مزيفة وكلهم لابسين ماسك شبهه كده، ما عندهوش احساس بالامان. انت الشخص الوحيد اللي كنت بتديله الاحساس بالامان، فما بالك هو حاسس بده وندمان. والبعض الاخر منهم اللي عنده الايجو عالي كمان يقول لك لا انا هرد لك الصاغين، برغم ان انت ما عملتلوش حاجه، ولكن مجرد ان انت ما تردش عليه، ما تكلمهوش. لا، انت مين انت عشان ما تكلمنيش؟ انت لازم ترد عليا وتفرح وتعمل فرح وتطبل وتعمل حفله وزفه ان انا اتصلت بيك او ان انا كلمتك. طب هو بيعمل ايه دلوقتي؟ وايه اللي حاصل مع الشخص ده دلوقتي؟ كل اللي بيعمله دلوقتي ان هو بيراقبك مراقبه دقيقه. يعني على فكره، يعني حقيقي بدون مبالغه، مش عايزه ادخل كتير في التفاصيل دي، ولكن تاكد ان الشخص ده بيراقبك مراقبه انت نفسك ما تتوقعهاش. مش هنتكلم بقى ان هو بيراقبك مثلا عشان ما حدش يقلق كنوع من انواع التجسس، ولكن هو بيراقبك على ارض الواقع. يعني بيشوف تحركاتك، بيشوف هل انت دلوقتي بتتعرف على اشخاص جديده، هل في حد في حياتك. يعني طب هرد بس ثواني على السؤال ده يا جماعة. أي هارب بيطلب أو الشخص اللي أنت مرتبط بيه، تمام، لأن الطاقة دي مفتوحة. فواضح إن في طاقات كتير موجودة، يعني سواء مش بس توأم شعلة، ولكن في علاقات فيها حب قوي قوي. أي هارب يجي يقولك أنا عايز أتجوز، تمام، سواء رجل أو امرأة، تأكد إن الشخص ده وصل لمرحلة الصحوة، ولكن بشرط انه فعلا ينفذ ده ويكمل ده ويصمم. مش اجي اقول لك كده بس عشان اضحك عليك وخلاص. طب انا اعرف منين؟ وريني على ارض الواقع. والله انت عايزنا نتجوز، يلا بينا نشوف، وريني. وقتها اوكي، انا ممكن افكر في الموضوع. غير كده ان انت داخل تقول لي طب يلا بينا نتجوز،
بس مجرد سحب رجل كده. وبعدين الله يبارك فيكي يا هيلينج تسلمي لي قلبي. لمجرد سحب رجل لا معلش، عايزه اشوف خطوات، او عايزه اشوف خطوات على ارض الواقع، غير كده لا. تمام اهو. بس يعني محتاجين ايه اكتر من كده؟ وريني خطوات على ارض الواقع. لو عملها واستمر وكمل فعلا واثبت ان الشخص ده شريك، يبقى فعلا تمام، اصدق الشخص ده. ما ينفعش يعني هو يعمل حاجات كتير وانا افضل اكدب نفسي واكدبه، لا. مادام اتصرف واتحرك ومصمم وفي استمرارية في تصميمه، يبقى الشخص ده صادق، ما ينفعش ان احنا نكدبه. اتفضل يا صقر. كده كده اللايف هينزل على ملاك الملكي زي ما قلنا. اتجوزت يا نغم. نرجع تاني لطاقة الهرب. المهم كنا بنقول ان هو بيراقبك، وتأكد ان هو بيراقبك مراقبة قوية قوي، ولكن احساسه في المراقبة ايه؟ نيجي احساسه في المراقبة عنده غيرة. من الواضح ان انت للبعض منكم اللي بيبدأ حاجة جديدة، في اختلاط ما بينك وما بين اشخاص الفترة دي او الفترة اللي جاية. يعني واضح ان في زي ما يكون شخصيات جديدة حواليك، ناس جديدة في مجتمع جديد، للبعض منكم طبعا مش للجميع. فالحتة دي محسسة ان هو ملغي من حياتك، وكأنك عشت حياتك ورميت الماضي وراك. شايف ان انت شايفه ماضي، شخص من الماضي ما بقاش ليه اي لازمة. وكمان لما بتفتكره بحاجات مش ظريفة مش حلوة، فمش بتدي لك الاحساس او الايحاء ان انت محتاج له او مشتاق له او حاسس بالحنين اتجاهه. فالموضوع ده بيتعبه جدا، بيحسسه ان خلاص الموضوع انتهى، وانت كمان يعني خرجت من العلاقة، وكمان صورته قدامك مش حلوة. انتوا متخيلين الشخص ده لازم يشوف نفسه ان هو شخص مكتمل بايه؟ الناس كلها شايفاني حلو. تخيلوا ان الشخص اللي هو بيحبه شايفه ازاي؟ شايفه شخص ما عندهوش كلمة، شايفه شخص ملهوش اي لازمة، شخص مؤذي، دايما ما عملكش اي حاجة. فنظرتك ليه اللي هو شايفها تعبان. ازاي اغير النظرة دي؟ طب ازاي؟ فاهمين؟ شايف ان عليه خطوات كتير المفروض يعملها عشان يغير حتى نظرتك ليه، عشان يغير بدل ما انت خلاص ابتعدت ومشيت، لا يخليك ترجع وتلف تاني وترجع تشوف العلاقة دي انها علاقة نور. عايز يقولك انا كنت اتمنى ان يبقى في وقت ما بيني وما بينك اقدر اثبت لك فيه ان انا فعلا حبيتك بجد. مش موضوع، انا عارف ان انت ممكن تفهم غلط، ممكن ما تصدقنيش. هو عايز يقول كده، ولكن هو مش عارف. يسلموا يا شجرة الزيتون، يسلموا يا كفو. هو مش عارف يعملها ازاي. مليون فكرة، تناقض في شخصيته. الشيء الاساسي المستديم معاه انه خلاص زي ما يكون اتعود انه يراقبك، اتعود انه يشوف حياتك ماشية ازاي، يشوف يومك ماشي ازاي. لبعضا منكم المراقبة دي وصلت انه خلاص دلوقتي زي ما يكون انت ممكن تاخد بالك ان في حاجات غريبة بتحصل من حواليك كده، حاجة غريبة. انت ممكن فعلا تكون ماشي مثلا في الشارع رايح الشغل، تحس ان في حركة مش طبيعية. يعني تحس ان في كأن يعني مش هبالغ لو قلت ممكن يمشي حد وراك مثلا يشوفك، او مثلا نوع من انواع المراقبة نقول اللي هي الطبيعية، يفضل يسأل عليك بعض الاشخاص الموثوق فيها. ممكن تلاحظ برضو ان في ناس بتسألك اسئلة غريبة، بس الناس دي مثلا ممكن لو اشخاص جديدة بتحاول تقرب منك، او اشخاص قديمة فبيسألوا اسئلة. ايه السؤال ده؟ انت تستغرب له، يعني هو الشخص ده بيسألني السؤال ده ليه؟ كل واحد منكم عنده احساس، يعني انت روحك هي اللي دليلك، فانت حاسس ان الشخص ده في حاجة غريبة، انت حاسس بس مش قادر تكتشف ايه اللي بيحصل بالظبط. طبعا بما ان طاقته بتوصلك، فانت حاسس فعلا ان لا الشخص ده اكيد يعني حاسس ان هو بيراقبك، وحاسس ان هو كل حاجة بيفكر فيها بتوصل لك. لكن انت بتقول لنفسك كان زمان الكلام ده، كان الاول، يمكن من فترة قريبة لو الشخص ده كان
اتغير واخد خطوة من فترة مش من بعيدة، كان الموضوع اختلف على فكرة، وانت بتقول لنفسك كده. ولكن دلوقتي اي حاجة يعملها الشخص ده، لا خلاص، انا يعني اللي هو انت شايف انه ضيع وقت كتير، وكان المفروض ان هو ياخد خطوة قبل كده بكتير. لكن دلوقتي انت ما بقاش فارق معاك لو اخد مليون خطوة ليك، ما عندكش استعداد نهائي، وما عندكش استعداد انك تصدقه، لانه بالنسبة للاشخاص اللي الشخص ده لحد دلوقتي ما اخدش اي خطوة، فانت عمرك ما هتصدقه. لكن لو في اشخاص، لان فعلا في بعضا من الهاربين اخدوا خطوات، اخد خطوة 2 3، ممكن تكون رفضته، رجع تاني وهكذا. اهو ده الشخص ده اللي انت ممكن تفكر، ممكن تقول لنفسك آه آه طب ما اشوف، يمكن لعل وعسى ما يمكن يكون اتغير. لكن الشخص اللي ما اخدش خطوة، اللي كان تنطبق عليه الطاقة بالظبط في القسوة، في الابتعاد، في الحاجات الغريبة اللي كان بيعملها معاك، الشخص ده عمره ما هيعرف ابدا يكسبك تاني او يقنعك عكس اللي انت شفته منه. والله كأنك بتقول انت اديتني الايحاء ان انا افكر مع نفسي، او سبتني لتفكيري، سبتني لعقلي، خلاص وانا اخدت القرار بقى. انت ما وضحتليش اي شيء، ولكن سبتني لتفكيري، فما دام سبتني لتفكيري خلاص، ما تجيش بقى بعد كل الوقت ده تحاول تثبت لي العكس. ليه؟ لان المشاعر اتجمدت بالنسبه لك، زي ما انت كنت في وقت من الاوقات مشاعرك متجمده، انا دلوقتي مشاعري اصبحت متجمده وغصب عني. انا ما دوستش على نفسي علشان اخلي مشاعري دي متجمده. عديت بعذاب، تعبت، ولكن انا لقيت نفسي مره واحده ما عنديش اي مشاعر تجاهك، ما عنديش اي احساس ان انا مشتاق لك او في حنين ليك. بالعكس، انا كل ما افتكرك او كل ما افتكرك، كل ما احس اشوف مثلا ملامحك كده في خيالي، احس ان انا ما عنديش الاحساس بالامان، وزي ما يكون بنفر منك، اللي هو في نفور قوي. او لبعض الاشخاص، انا عندي نفور من الشخص ده، مش عايز حتى لو جاب لي نجمه من السماء، فانا مش عايز الشخص ده تاني في حياتي. بجد بجد، مجرد ملامحه بقول لبعض الاشخاص ان تيجي في بالك كده بتحس ان انت بتنفر. انا مكتفي بنفسي. للبعض الاخر منكم الشخص ده وصلك لمرحله ان انت اتعقدت من حياتك، اتعقدت من العلاقات، انا مش عايزه ادخل علاقات اساسا تاني. وفي كده طاقه معينه واصله بالنسبه للاشخاص اللي مثلا دخلوا في علاقه مع شخص بنفس المواصفات دي، طاقته هي ولكن العلاقه ما كانتش طويله. تمام، انا بقول ان الطاقه دي موجوده، ولكن مش مع الجميع، ولكن موجوده ولازم نقولها. يعني ايه؟ يعني مثلا فترة قصيرة، ما كانتش فترة طويلة، سنين، ممكن نقول شهور، ممكن نقول سنة، موجودة الطاقة دي. فاللي هو انت بتقول لنفسك انا حبيت الشخص ده بسرعة قوي، وحسيت بمشاعر قوية اتجاهه، وحاسس كمان ان هو حبني. يعني انت حسيت ان هو حبك في وقت سريع. فانت بتقول لنفسك ايه؟ الناس اللي فعلا موجودة في الطاقة دي، لا انا كنت موهوم، حتى ما كانش فيه وقت ان احنا نفهم بعض. ازاي انا قلت انا حبيت الشخص ده، او مشاعري كانت قوية، انا شكلي ما كنتش فايق، انا شكلي كان معمول لي حاجة، بس انا فقت دلوقتي والشخص ده كأنه ما كانش موجود. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للاشخاص اللي العلاقة ما بينها وما بين الشخص ده كانت وقت قصير، ما كانتش وقت طويل بالمرة. لكن طبعا احنا بنتكلم من بداية اللايف على العلاقة طويلة الامد، ولكن الطاقة دي موجودة، فعشان كده ذكرناها. لو الشخص ده، بصوا عامة الشخص اللي احنا بنتكلم عنه بيعيش حالة ندم رهيبة جدا. لو الشخص ده كمان كان من الاشخاص اللي علاقته بيك قصيرة، يعني مش طويلة المدى، تأكد ان ندمه اضعاف الشخص التاني اللي هو اللي بينه وبينك علاقة طويلة. ندم حقيقي. انا ما اقدرش الاقي جملة اوصف بيه احساسه في الندم. حاسس انه كأن في ايده كان كنز ثمين ربنا اداهوله وجابهوله لحد عنده، هو فرط فيه بدون يعني بدون تمن. فرط فيه كده كأنه كان مسحور، كأنه كان مش واعي. ازاي انا كان في ايدي الشخص ده، النعمة دي او الكنز ده، وانا فرطت فيه بالطريقة دي؟ ما اديتش حتى لنفسي فرصة ان انا اكتشف مشاعري. ليه؟
لان هو حاليا في حالة اكتشاف لمشاعره ليك، بيكتشف انه مجنون بيك، انه بيعشقك، مهووس بيك. يستحيل يقدر يبطل مراقبة فيك، يستحيل يقدر يقول لنفسه خلاص ستوب مثلا، يستحيل. كمان لما بيشوف اي حاجة عنك او يسمع اي حاجة عنك بيتأثر، بيكون في حالة عصبية رهيبة. لو اي حد جاب سيرتك او شافك بالصدفة، او شاف مثلا اكاونت عندك على السوشيال ميديا وشاف صورتك، اي حاجة من ناحيتك في الوقت ده بتأثر عليه بشكل رهيب، بتخليه متعصب قوي، مش طايق نفسه، مش طايق حد، مرة واحدة مش طايق دبان وشه. اللي هو انا يعني هو مش بيتكلم، ولكن بيبان عليه ردات افعال غير متوقعة ومندفع قوي، وعايز اللي هو الناس اللي حواليه كلها بتلاحظ اختلاف رد فعله، او اختلاف انفعال، منفعل جدا، متعصب. كل الناس بتحاول تبتعد عنه في الوقت ده. هو عارف كويس قوي ان محدش ملاحظ، محدش واخد باله. مهم جدا بالنسبه له انه طبعا وضع طبيعي انه ما يجيش في بالك اساسا، لان انا بتكلم ان انت دلوقتي شخص خلاص طريقه تفكيرك اختلفت تماما تماما. ما بقاش عندك زي الاول خالص نهائي. المهم بنقول ان هو ايه، انه ما يعني عارف ان هو متداري، لابس الماسك قدام الناس كلها. انا منفعل دلوقتي، اصلا انا منفعل عشان بسبب كذا، ممكن حاجة بسيطة جدا ولكن يكبرها قوي. كل الناس اللي حواليه يعني بيسألوا ايه ده، الموضوع مش مستاهل ان هو يأفور قوي كده عليه او يكبر الموضوع قوي كده، ولكن هما بيسألوا، ولكن هو بيقول ايه، لا لا عادي، الناس عارفة ان انا مجنون، انا بدأ على اي حاجة. ده ما بينه وما بين نفسه، ولكن هو مشاعره فضحاه. ما عندهوش كنترول، مش عارف يتحكم في نفسه، مش عارف يتحكم في مشاعره. ووعد ان الشخص ده بيفاجئك مفاجآت ما كانتش لا على البال ولا على الخاطر. حاجة كمان، لو مثلا انت من الاشخاص، لان برضو الطاقة دي موجودة، اللي مثلا قررت انك تسافر او اوريدي سافرت ورحت مكان تاني او هاجرت، تأكد ان الشخص ده بيراقبك. انت ممكن تتفاجأ بان الشخص ده موجود عندك في المكان اللي انت فيه. انت ممكن ما تصدقش وتقول ازاي، لو الشخص ده من الناس اللي عندها نفوذ، او حد يعني قادر، عنده القدرة وعنده الامكانيات انه يعمل ده، تأكد ان الشخص ده هيكون موجود عندك مهما كنت فين. تأكد انه بيراقبك وعارف انت فين. تمام. دي من اكتر الصدمات اللي ممكن تصدمك، اللي هو انت مش متخيل اصلا ازاي ما ينفعش، مش عارف انا فين. انت اللي مش عارف هو يقدر يعمل ايه، او قوة مشاعره ليك. حقيقي هقول لكم على حاجة، انت دلوقتي ممكن تكون حاسس بمشاعره تجاهك على فكرة. يعني دلوقتي انت عندك الاحساس، انا عارف هو بيحب. دلوقتي عندي احساس كده زي نوع من انواع التخاطر، اللي هو ايه، انا حاسس دلوقتي بمشاعره اللي ما كنتش حاسس بيها قبل كده. لا، لان هي قوية دلوقتي، فانت بتقول لنفسك انا حاسس بالمشاعر القوية اللي موجودة مع الشخص ده حاليا، اللي اساسا بتوصلني وكل حاجة تمام. لكن انت مش متخيل قد ايه الشخص ده هو لو وصل لك منه مشاعر دلوقتي، او انت دلوقتي بتقول انا حاسس ان هو بيحبني فعلا يعني، بس ده شخص مجنون. انت ممكن تتفاجأ يعني لما يجي لك احساس قد ايه الشخص ده بيحبك، تقول ده مجنون. يعني ازاي حد بيحب حد بالطريقة دي ويعمل معاه كده؟ امال لو ما بيحبنيش كان عمل ايه؟ لو مش بيحبني كان عمل ايه؟ فهتتفاجأ بان الشخص ده قدامك، او ممكن حد من الناس اللي هو يعرفهم موجود، تشوفه صدفة وبرضو تستغرب، وما تستغربش ومش هتكون صدفة طبعا. هيكون متواجد في محيطك في خلال وقت قريب قوي. للبعض منهم اللي هياخد خطوات جريئة جدا، واللي هو انت بتاعي يعني، خلاص انا مش سايبك. يستحيل
نقول اللي هو ايه، انا ما اقدرش بصراحة اعمل غير كده. ليه؟ ده لان مشاعره خلاص بتنفجر، ما عندهوش كنترول او ما عندوش مشاعر عليه، ما عندوش سوري سيطرة عليها. فبالتالي ايه اللي هيعمله؟ هيجي كأنه عايز يقبض عليك بقى. تعالى لي هنا. هي مش الطاقة الكونية دي يا شام، طاقة الهارب التاني، وهنزلها على ملاك الملكي على اليوتيوب. تمام. ف خلاص الشخص ده وصل لقمة الغضب، لقمة الحب، لقمة الانهيار، لقمة المراقبة في كل شيء، أعلى ليفل وأكتر كمان. هتتفاجأ في خلال الفترة اللي جاية بهوس الشخص ده وبمطاردته ليك اللي عمرك ما كنت تتوقعها، وخصوصا من الشخص ده، وخصوصا لو كان من الاشخاص اللي دايما مش بيوري لك ان هو رومانسي، او مش متساهل. لا، شخص صعب وليه اللي هو دايما بيحاول يحافظ على اسمه، على وضعه، على الوضع الاجتماعي. فانت بالنسبة لك اللي هو ده انا بحلم مثلا، ازاي ده، انا مش مصدق. لا، هتصدق وهتشوف بعينيك في خلال وقت قريب الشخص ده ممكن يعمل ايه عشانك، وممكن يوري لك. ده الناس اللي ما عندهاش الايجو عالي بقى، لان الناس واصله فعلا لمرحله استشفاء عاليه، ما عندهاش ايجو. هيعمل حاجات كتير عشانك، هيتخلى عن حاجات كتير عشانك، هيضحي بحاجات كتير عشانك. انت هتبقى مش قادر او مش عارف فعلا هو صح ولا غلط. ما عندكش التأكيد، لكن من كتر ما هتشوف منه فعلا استمرارية، وان الشخص ده فعلا عايزك، بيعمل حاجات كتير، هتبدأ تصدق. وفعلا ممكن العلاقة تدخل في مرحلة الاتحاد، او علاقة هتكون رسمية. لو الشخص ده عنده ايجو عالي، فالشخص ده هيقعد يوري لك حاجات هتستفزك اكتر، هتخليك تقول انا مش عايزه اصلا. لو جاب لي نجوم السماء، لو جاب لي فرش لي الارض دي الماظ او ورد، انا مش عايزه. لان حتى اسلوبه في محاولة استرجاعي ليه مستفزة اصلا. حتى لو فعلا الشخص ده بيحبني، انا مش قادر اتأقلم معاه. لان هتشوف وقتها الشخص اللي عنده الايجو، هتشوف ان لا، انت ده شخص وحش، عارفين، شخص شرير. انا ما ينفعش ارتبط بشخص شرير زي ده، انا عايز حد شبهي، لكن انا ما ينفعش ارتبط بشخص شرير. فالايجو بالنسبه للاشخاص اللي فعلا معاها الايجو دلوقتي بنسبه كبيره جدا هيكون اول سبب لانهيار نظرتك ليه تماما. هي اوريدي خلاص انتهت، ولكن محاولة استرجاعك او محاولة اقناعك بانك ترجع له وهو عنده ايجو، هيخليك تنفر منه اكتر وتبتعد عنه اكتر وتمسح الموضوع ده اكتر ما انت مسحه. اللي هو اعمل بقى اللي انت عايز تعمله، ولكن في الحقيقة انا ما بقيتش اشوفك، ما بقيتش احسك، ما بقيتش حاسس ان انت شخص. بصراحة انا حاسس ان انا اعلى منك. تحس ان انت اعلى منه. اعلى منه في ايه؟ في النظافة الداخلية، في السلام الداخلي. انت شخص مليان خير، هو هتحس ان شخص شر. فاللي هو ايه، انت هتبص له بأني نظرة كمان. فكارثة من ان الشخص ده يكون فعلا الاشخاص اللي هيبقى معاها الايجو ويجي يرجع لك في الوقت ده او يحاول يسترجعك. ده هيخليك تقول انا مش عارف ازاي في يوم من الايام انا ارتبطت بشخص زي ده، او اعتقدت ان انا بحب الشخص ده. الشخص ده انتهى تماما من حياتي من قبل كده ودلوقتي اكتر. فعلا 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 انا استحق شخص احسن منه، او حتى لو انا عايش لوحدي ولكن الشخص ده ما يستحقنيش، ما ينفعنيش فعلا. حقيقي انا هتحس انك ندمان بالنسبة للاشخاص اللي عندها ايجو، اللي راجعين ندمان انك عرفت الشخص ده في يوم من الايام فعليا. كده احنا قلنا طاقة الهارب التاني اللي وعدتكم بيها امبارح على ملاك الملكي، احنا قلناها دلوقتي على التيك توك.
ان شاء الله الفيديو هيتحمل في خلال ساعة ان شاء الله، هيكون نازل على قناة ملاكي الملكي على اليوتيوب. وطبعا على اليوتيوب هنطلع اللايفات بتاعتنا كلها كاملة النهاردة، سواء الطاقة الكونية على لوكا لايف او طاقة الهرب الاول على ملاك توين فلام. هنقول طاقة الطرف الثالث يا جماعة على ملاكي الملكي اللي هنزل عليها الفيديو ده كمان ساعة ان شاء الله. بالليل هنعمل طاقة الطرف الثالث، وطبعا القناة الرابعة اللي هي ملاك اللي هي المفروض بره الدنيا. هنطلع بقى اللايف الطبيعي بتاعنا بالليل. بحبكم كتير، سلام.